ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل السمنه البلدي. طبعا هنعملها كده من وش اللبن بطريقه جميله جدا، وفي نفس الوقت هتطلع كمان احلى من الجاهزه اللي احنا بنشتريها. فتابعوا كده معايا الطريقه ويلا بينا نسمي الله. اول حاجه كده بيكون معايا كده تجميعه حلوه كده من قشطه اللبن. انا كنت بغلي اللبن وبسيبه فبيتكون قشطه كده من فوق، فببتدي ان اصفيها بمصفى ضيقه عشان ما اخدش كميه من اللبن على قد ما اقدر. وبعدين بحطها كده في طبق او بولة وابتدي اضربهم يا اما بالمضرب يا اما بالضرب اليدوي العادي، يعني بايدينا ممكن نضربها. فهبتدي بس اضربها كده بالمضرب شوية حلوين كده لحد ما تخرز معايا كده وبتبتدي تفصل المية منها. هبتدي بقى اجمع كده الزبدة بالشكل ده وابتدي اكورها واصفيها بايدي برضو بالشكل ده، وممكن نستخدم برضو المصفى في الوقت ده، بس انا حبيت كده استخدمها بايدي ان انا اصفيها كده بالشكل ده واعملها الكور كده صغيره. بعد ما خلصت بقى بقيه الكميه وبعدين بقى هاخدها كده على البوتاجاز وابتدي بقى اني اسيحها في حله على النار، بقى بتكون عليها النار هاديه جدا. هبتدي بقى انزل كده بقطع السمنه واحده واحده، وهسيبها لحد ما تهدى كده معايا خالص ويدوبك تسيح كده كلها مع بعض. في الوقت ده بدأت بقى هنا بالشكل ده تسيح. هقلب بس فيها تقليبه كده، وبرضه هقلب كده فيها من وقت للتاني. هنا انا سرعت في الفيديو شويه. في المرحله دي بدأت كده ان احط بقى شعره كده من الملح، يعني رشه خفيفه. وفي الوقت ده بتكون هنا بدأت تروق معايا هيت وبترقد كده المرطه من تحت. لازم بقى تكون معايا السمنه شفافه خالص عشان اتأكد من سواها. هنا بقى اخر مرحله بدأت بقى ان هي راقت وبقت يعني شبه شفافة كده. هبتدي بقى اشيل اي مرطة زيادة كده من على الوش بمصفى كده تكون ضيقة برضو، وطفيت عليها النار وهسيبها تهدى خالص، وهبتدي برضو ارجع تاني اصفيها. هنا جبت بقى بولة كده وهبتدي بقى اصفيها، ممكن نصفيها ببطرمان. بعد ما صفيتها بقى بالشكل ده هبتدي بقى يعني اسيبها كده ترتاح معايا شوية لحد ما تتماسك كده وتبقى مرملة معانا، لان هنا في الوقت ده بتكون سايلة كده معايا. هنا بقى انا كنت حطيتها في التلاجة يعني ترمل كده معايا على طول، بس انا سبتها مدة طويلة فيعني جمدت معايا بزيادة. ممكن نسيبها لدرجة حرارة الغرفة ونستعملها. شايفين الترميلة بقت عاملة ازاي؟ هنا بقى انا كنت وزنتها طلعت ما شاء الله يعني كيلو 300 جرام، وزيادة شوية 8 جرام. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وكمان هتطلع كده موفرة معانا. يعني لو هنجيب كمية بسيطة من اللبن حتى سواء لو كان كيلو، هنبتدي نغليه ونسيبه تجمع القشطة بتاعته تاني يوم. بنجمعها كده كميات، وبعدين بنعملها بالشكل ده. ما تنسوش بقى فولو ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم على خير.